السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل اوريو لذيذ وبسيط وجميل جدا، منتهى اللذاذة. مش هتفرقيه عن الاوريو الحقيقي، بصراحة لذيذ وبسيط ومكونات بسيطة جدا. تعالوا بينا نشوف المقادير ومنرغيش كتير. كل سنة وانتم طيبين وصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نبتدي بقى كده نجيب الميزان بتاعنا ونبتدي نشتغل على الهادي واحدة واحدة. هنعمل ايه؟ هنجيب هنا زبدة. قد ايه الزبدة معاك اهي على الميزان؟ احنا مع بعض هنحط بالظبط 150 جرام من الزبدة والخمسين جرام زيت يا جماعة. معانا 150 جرام زبدة والخمسين جرام باقيين زيت. لا تقولي لي زيت ليه؟ هقولك علشان الزيت هيديها قرمشة لذيذة جدا وهيديكي القوام. وعلى فكرة ممكن كمان تخلي 100 جرام زبدة و100 جرام زيت، انا ما عنديش مشكلة. تمام. ومعانا هنا 120 جرام من السكر مطحون طبعا. معانا كام؟ 120 جرام من السكر المطحون. زي ما انت شايفة مش هنشتغل بمضرب كهربائي ولا اي حاجة ولا عجن. معايا هنا انا الزبدة طبعا كانت ساقعة شوية من التلاجة، وابتديت كده بالمعلقة اكسرها، وهبتدي اشتغل بالمضرب اليدوي العادي بتاعي خالص مش كهربائي زي ما حضراتكم كده شايفين. وتعالوا اوريكم القوام عامل ازاي. طبعا هنحط رشة فانيليا وهوريكم بقية المقادير. اهو قلبت، مفيش ابسط من كده. ما شاء الله بقى القوام معايا كريمي رهيب، كريمي وناعم جدا جدا جدا. في الحالة دي ممكن اخد معلقتين او 3 معالق من الكريمة دي واحطهم على جنب. لو انا زودت في الاول طبعا كمية، بس طالما احنا عاملين الكمية بالظبط، كمية الدقيق على كمية الزبدة كله على بعض، يبقى ما نشيلش حاجة. وانا هقولك في الاخر ليه. هنحط هنا بيضتين كاملين. ليه بيضتين كاملين؟ علشان خاطر البياض بيدي قرمشة يا جماعة. وهنحط الفانيليا. الفانيليا دي يا جماعة ممتازة ممتازة ممتازة. وهبتدي برضو اقلب تقليبة كويسة جدا 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 زي ما حضراتكم كده شايفين. كله باليدوي، انا ما جبتش حاجة يعني، ما عملتش كهربائي. زي ما حضراتكم شايفين بقى كريمي جدا جدا جدا. نبتدي بقى بإضافة الدقيق، وهقول لك كميته قد ايه. كمية الدقيق بأمر الله ربع كيلو. ايوه ربع كيلو دقيق بس، ربع كيلو دقيق مش اكتر. طبعا طبعا زي ما احنا متعودين لازم ننخله. لازم ايه؟ لازم ننخل الدقيق. يعني 250 جرام. عندك ميزان اشتغلي بيه، ويكون احسن حاجة تشتغلي بيها الميزان، لان الكوباية ساعات بتتملي منك او ساعات بتضغط الدقيق يعني. الميزان شغله جميل جدا. ومعانا معلقتين كاكاو هرميين. هرميين يا جماعة، معلقتين كاكاو هرميين زي ما احنا شايفين كده. ومعانا كمان نص معلقة بيكنج باودر، وممكن تكون معلقة صغيرة. تمام، نص ممسوح كبيرة او معلقة صغيرة. وهننخل المكونات دي كويس جدا. لو في كاكاو مرطب بالطريقة دي عادي، هنعمله كده بالمعلقة وننزله من المنخل او الصفاية بتاعتنا اللي احنا بننخل فيها، وكده تمام قوي. هو مش وحش. هنبتدي طبعا نشتغل نلم العجين كله، ولا هنزود دقيق ولا هنزود اي حاجة تانية. كل المكونات معاكي زي الفل. اغسل بقى ايديا ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبت كيس تلاجة تحت وكيس فوق، وفردت بين الكيسين كده زي ما حضراتكم شايفين، لان دوت طبعا لازم يطلع كله مظبوط. عندك مفرش سيليكون مفيش مشكلة، افردي على اي حاجة القطاعة اللي تحبيها والحجم اللي تحبيه قطعي بيه. انا قطعت الاول بالقطاعة دي فطلعت صغيرة شوية. جبت اكبر شوية علشان يطلع معقول وحجمه معقول، يعني قريب من الاوريو اللي احنا عارفينه. طبعا بيبقى لونه كاتم، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا، بيبقى لونه غامق. طبعا في ناس كتير تقول لي انت هتعرفي ازاي؟ هيخش على درجة حرارة يا جماعة 150 او 130، يعني حرارة قليلة جدا علشان يستوي ويقرمش. هتعرفي ازاي؟ هتحسي اللون اللمعة دي كلها اختفت.
هنجسه كده يعني بسيط كده بصوابع كده بطريقة خفيفة. لو هو تلاقيتيه ابتدى ينشف من الطرف تمام، ولسه من النص شوية، يبقى هو كده تمام استوى جدا. الفيديو بتاع الكريمة دي طبعا اتقطع مني، بس انا هقول لكم برضو على بسيط كده جدا. هنجيب معلقتين كبار زبدة، وعليهم ربع كوباية سكر بودر مطحون جدا، وهنبتدي نضربهم بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي زي ما حضراتكم شفتوا في اول الفيديو. تمام كده. ما تنسوش تصلوا على النبي، ومستنيه لايكاتكم وتعليقاتكم، واشكركم جدا على حسن استماعكم. اشوفكم فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفي رعايه الله.